مرحبا بكم. أود في البداية أرحب بوكلائنا وبارتنرز جلسة الله. وأنا اليوم سعيد مرتين. المرة الأولى عشان إن آخر مرة تقابلنا كانت من سنتين. أوكي؟ واليوم لما شفت وجوه بعد سنتين يعني أنتم بعضكم ما كنتوش بتقابلوا من قبل يعني، وكثير قالوا لي اليوم شكرا لسوني يعني ما بنتقابلش كثير غير عصام ومرتي وكل الاخوان. الشيء الثاني هو اول مره نعمل مؤتمر صحفي اليوم كان عندنا بالصبح، ولقاء مع الدينرز ومع البارتنر في مصر تحت اسم سوني. نحاول قلنا سوني إريكسون، يعني كانت شراكة بين سوني وإريكسون لمدة 10 سنين. اليوم سوني موبايل عمرها سنة، يعني من سنة سوني قررت تشتري الحصة من إريكسون، والتركيز حيكون 100% على السمارت فون و100% على الأندرويد. معنا اليوم رائد إبراهيم، هو حيقدم اكسبيرينس اللي هو آخر منتج من سوني موبايل، آخر اكسبيرينس سمارت فون. معنا رائد، معنا طارق علي مدير مبيعات. احنا هنشوف البرزنتيشن ومن بعد حيكون عندنا كثير مفاجآت ان شاء الله. شكرا ومرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا عندي أخبار كثير منيحة اليوم، بصراحة الحمد لله بصراحة. بس بدي أطلب منكم لو سمحتوا خليكم ركزين معي، صوتي رايح، وإذا عندكم سؤال أنا شارك معي. واليوم راح نحكي عن الاكسبيرينس. فاهمين علي ولا تمام؟ عظيم. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. اليوم راح نحكي عن الاكسبيرينس. قبل ما نحكي عن الاكسبيرينس طبعا سوني قبل ما تنتج اي هاتف ذكي وقبل ما نبلش بالتصنيع، شباب الله يخليكم عشان نكون مع بعض. طيب بلش من اول. السلام عليكم. انا اسمي رائد ابراهيم، صوتي رايح ومش راح اغني وخليل. تمام. الله يخليكم لو سمحتوا يا شباب خلينا بس مع بعض. الله يخليكم. طيب فقبل ما ننتج اي تليفون بالسوق في دراسة لازم نعملها، وعرفنا من كل الهواتف الذكية اللي تم تصنيعها انه العميل او المستخدم النهائي دائما حتى يأهل التليفون يكون سمارت فون بيطلع على 6 شغلات. اول شيء لازم يطلع على البراند، ايش الماركة او ايش البراند اللي بستعملها. الشغله الثانيه بيطلع على نظام التشغيل اذا هو اندرويد ولا اي او اس ولا ويندوز اند سو. الشغله الثالثه بنطلع عليها اللي هو السكرين. اول ما بلشت الاجهزه الذكيه بالاصدار الشاشه كما كانت شغله مهمه بالهاتف الذكي، مهم تاتش سكرين ويلا مشي حالك. بعدين صار في عندنا تطور بتصنيع الشاشات من فول اتش دي ل 720 بي، بعدين فول اتش دي اند سو. فنوعيه الشاشه برضه او الكاباسيتي تاتش ان جنرال بتحدد لنا الديماند اللي احنا بنطلبه. الشغله الرابعه كمان اللي هي السبيد او سرعه التليفون او اداء التليفون. صار في تطبيقات كثيره عندنا، صار في اهتمام باستعمال الهاتف للايميل والفيسبوك وتويتر. احط اكثر من تطبيق على التليفون، فصار الاداء والسرعه برضه مهمه جدا. في نفس الوقت صار في عندي اهتمام بالصوت اللي هو الساوند. برضه انا بدي اسمع ميوزك، بدي اسمع راديو، بدي اسمع يوتيوب، بدي اعرف كثير شغلات. فجوده الصوت مهمه
والأهم من كل هالشغلات اللي هي البطارية. كل عندهم أجهزة هواتف ذكية بيعانوا إنه البطارية بتخلص بنص النهار، فصارت الناس تيجي مثلا أنت عامل عزيمة 10 ناس يجوا معك مع التشارجر، السلام عليكم تفضل هاي التشارجر خليني أشحنها. طب يعني لسه ما بلشناش معلش خلينا حتى يشحن التليفون. فصار عندنا مشاكل كثير برضه. فبسوني موبايل قبل ما نبلش بتصنيع الهاتف لازم نتأكد إنه الشغلات الأساسية اللي بتأهل الهاتف يكون هاتف ذكي موجودة. تمام؟ بس ما بنقدر نوقفهم لأنه في عندنا منافسين كثير بالسوق، صح ولا لا؟ وانتم عارفين هذا السوق والاندستري في كثير هواتف ذكية، عشان هيك لازم احنا نتميز عن غيرنا. ففي 4 نقاط احنا لازم نتميز عن غيرنا برضه بناء على الدراسة اللي عملناها مع المستخدم النهائي أو العميل. الدراسة بتحكي لك لازم نحن نتميز بالديزاين، لازم نتميز بالكاميرا، لازم نتميز بالساوند، وبنفس الوقت لازم نتميز بالسوشيال شيرنج، يعني الأمور تكون أسهل حتى يكون التواصل مع الشبكات الاجتماعية. وبنفس الوقت لازم طرق الاتصال اللي موجودة عندي زي واي فاي زي بلوتوث زي NFC كلها لازم تكون بطريقة أسهل. هاي هي استراتيجية سوني حتى تقدم أمور تتميزها عن باقي الشركات. طبعا زي ما حكيت لكم زي ما انتم شايفين قدامكم في عندك الكواليفايرز اللي بيأهل الهاتف حتى يكون هاتف ذكي. الشغله الثانيه اللي احنا كيف نتميز عن غيرنا، والشغله الثالثه اللي احنا برضه اضفنا فوق التميزات ميزات اضافيه عن طريق تطبيقات وشغلات فقط لسوني موبايل اللي فعلا المستخدم لما يستخدمها ولما يبلش يستعملها بحياته اليوميه بحس انه انا وين كنت قبل هيك، كيف ما عندي اياها من قبل. زي في عندنا الشيرنج والسوشيال لايت والتطبيقات الووك وسو. فهاي هي ال4 شغلات اللي راح احكي لكم عنها اليوم. نبدا بالمين المستخدم اللي احنا بنتوجه له. المستخدم اللي احنا بنتوجه له اسمه تك ماتشور. يعني بغض النظر ايش عمرك، بغض النظر انت من وين، بغض النظر شو اللغه اللي بتحكي فيها، في نوعيه شريحه معينه من الناس بدهم التقنيه الجديده تكون عندهم من الاول، بدهم احسن واحدث التقنيات موجوده عندهم بالاول، بعدين الباقي راح يمشي وراه. يعني انا مثلا بحب استعمل احسن لابتوب، حتى لو انا عندي لابتوب ومش محتاج لابتوب بروح بشتري واحد جديد بس عشان انا بدي استخدم واستعمل اهم الخصائص والميزات التقنيات الجديده اللي نزلت على الجهاز. فهاي هي بالضبط ايش يعني تك ماتشور. خلينا نحكي عن 4 شغلات اللي حكيت لكم عنها اللي احنا راح نتميز بغيرنا بالهاتف اكسبيرينس. الصوت بزعجكم ولا ماشي الحال؟ الحمد لله. طيب الديزاين اللي هو التصميم من اهم الشغلات الناس بتطلع عليها في الهاتف الذكي. زمان كنا نطلع على دول كود وقديش الشاشه وقديش الذاكره وقديش الشغلات هاي، صح؟ كنا نطلع على المواصفات. بعدين الموضوع تطور انه لا انا بدي استعمل هاتف ذكي بنفس الوقت بشكل انيق وراقي. لما اقعد مثلا بعشاء او بمكان احطه قدامي اكون فخور بالبراند واكون فخور بالتصميم. عشان هيك قدمنا فلسفه جديده بالتصميم اللي هي سميناها الاومني بالانس. قبل ما نحكي عن التصميم معقد بتقنياته ومعقد بهيكلته لكن بسيط بشكله، وهذا هو الاومني بالانس. والاهم من هيك انه احنا قدمنا لغه تصميم تتوافق مع باقي اجهزه سوني. عشان هيك اللوجوز اللي انت بتشوفها اللي هي البومز وووكمان وسوشيال لايت وسوني سيلكت، هاي راح تلاقيها باكثر من سوني برودكت. تمام؟ مش بس على التليفون، راح تكون باكثر من سوني برودكت. زي ما حكيت لكم الاومني بالانس هو فلسفه بسيطه في التصميم اللي هي انت بغض النظر على اطلعت على التليفون من اي جهه من الجهات راح تلاقي
توافق وانسيابية في التصميم. يعني إذا طلعت من هذه الجهة راح تكون متشابهة هذه الجهة. عندك زجاج من الأمام والخلف حتى يعطيني توازن في التصميم، بالإضافة إلى زر التشغيل اللي مصنوع من هندسة معقدة حتى يوافق الاستعمال الذكي. لما أحكي هيك إحنا اكتشفنا إنه في المستخدم الطبيعي بيستعمل زر التشغيل أكثر من 90 مرة في اليوم الواحد. تمام؟ فعشان هيك طورنا وحطينا يعني امور هندسيه حتى زر التشغيل يضل شغال وعمره ما يتلف معك، زي ما بتشوف باقي الهواء. هو معدن، هو متل، هو يعني عالي الجوده بغض النظر انت بتستعمله كثير ولا قليل. والاهم من هيك هذا راح تكون رمز لاجهزه اكسبيريا. بكل اجهزه اكسبيريا اللي بعد اكسبيريا راح تلاقي زر التشغيل موجود بنفس المكان، بنفس التصميم، بنفس الجودة، بغض النظر التليفون كان من أعلى المواصفات أو بالشريحة الثانية راح نضل نستعمل نفس زر التشغيل. وهي هي زي ما تحكي هوية لأجهزة اكسبيريا اللي راح نطلقها هاي السنة. فهذا هو تصميم الاكسبيريا زد. طبعا انتم اول ما تشوفوا التليفون حكتبكم انه ازاز ولي جهتين. اول شيء راح يخطر ببالك معناته التليفون لازم انا ادير بالي عليه، احطه بكفر واستعمله بلطف. لا، التليفون الاكسبيريا زد هو تليفون فعلا ديورابل. ليش عملنا مقاوم او صلب وقوي؟ لانه اكتشفنا من دراسه برضه انه 66% من الاعطال اللي بتصير بالتليفونات اذا واحد وقع منه التليفون، و25% من الاعطال هي ووتر دامج، يعني تعرض للماء وخرب التليفون. ولما احكي ووتر دامج مش شرط انه وقع عليه مي او هو وقع بالمي. يعني احنا مثلا في السوق المصري بتيجي ايام كثير وحتى اشهر بكون الجو فيه رطوبه عاليه، صح ولا لا؟ رطوبة عالية. إذا واحد بيشتغل بميدان وبيستعمل التليفون أكثر مثلا من 4-5 مرات وهو بالميدان، العرق بيعمل ووتر دامج. ولما تروح عند الكاستمر سيرفيس أو خدمة العملاء يحكي لك ووتر دامج، طب أنا والله ما إجى عليه مي، أي نو، بس لأنه مثلا العرق من الرطوبة من هذا بسبب كله ووتر دامج. فتخيل 25% منها. باي ذا واي هاي الدراسة على هواتف العالم، مش على هواتف صمت، على كل هواتف الذكية موجودة في العالم. ف25% من تأثير المي، خراب من تأثير المي. عشان هيك احنا أضفنا خاصية الووتر ريزيستنس للإكسبيريا. هذا الإكسبيريا زد باللون الأبيض طبعا شغال. أضفنا خاصية شيء اسمها IP57، يعني أنت بكل بساطة تقدر تمسك التليفون وتحطه بالماء لمدة نص ساعة ما بصير شيء. تمام؟ إيش يعني IP57؟ يعني أنت تقدر تحطه لغاية لتر بالماء لمدة نص ساعة. بالإضافة هيكل التليفون مصنوع المادة جدا قوية، حتى انت اذا بالغلط يعني عصبت على حدا او ايش عملت يا زلمه مش معقول، لازم انت تيجي اليوم على هالتي بعدين تكتشف انه معك تليفون عصب، ما عندك مشكله، عصب زي ما بدك. فهذا هو تصميم التليفون. راح ينزل بثلاث الوان، الابيض والاسود والبنفسجي. اوكي، الشغله الثانيه اللي راح نحكي عنها اللي هي الشاشه. طبعا لا انا مش ناسي التليفون، خليه معك عادي. واحد عم يذكرني التليفون لا عادي خليه. الشغله الثانيه اللي هي الشاشه. طبعا زي ما حكيت لكم الشاشه التليفون اي تليفون ذكي بهمنا احنا حجمه وبهمنا دقه التصوير، بهمنا كل هالشغلات او دقه الوضوح. بالاكسبيريا زد خبره صنع بتصنيع شاشات التلفزيون أضفناها على الهاتف اللي هي استعمال البرافيا انجن 2. برافيا انجن 2 اللي هي أحد التقنية موجودة على تلفزيونات برافيا سوني، موجودة على الهاتف.
لعدم التشويش بيعطيك أوضح صورة. برضه إدارة الألوان، إدارة الألوان بالبرايمري انجن 2 أحسن من أي ألوان أو تطوير ألوان على أي هاتف ثاني بسبب واحد. إذا أنا مثلا عم بتصور أو بدي أعرض صورتي على شاشة التليفون ولابس ألوان مثلا أحمر ووراي شجر أخضر سواء، التليفونات العادية اللي فيها إنتاج الصور للألوان ترفع كل الألوان حتى لون بشرتك بيبين بصير لونه برتقالي، تمام؟ إلا بالبرايمري انجن 2 بتظبط كل الألوان ما عدا لون البشرة اللي بتخليه طبيعي عشان أنت يموليت بالصورة وتطلع صورتك مضبوطة في التليفون. فهدول البرايمري انجن زي ما حكينا في عنا البرايمري انجن 2 بالإضافة خاصية ثانية للشاشة اللي هي الأوبتيك كونتراست. أوبتيك كونتراست يعني أنا في عندي أقل انعكاس للضوء إذا أنا بستعمل التليفون لأن الشاشة صارت قريبة كثير للقدام. بنفس الوقت التليفون واضح جدا حتى لو بستعمله تحت أشعة الشمس. واحد طبعا بالسوق المصري في عنا 4 فصول، في عنا الشمس وفي عنا صيف، فالشمس في عنا وقت كبير كمان لازم نحتاج نفرغ التليفون نستعمل التليفون تحت الشمس. أول الإكسبيريا زد أول هاتف ذكي بالسوق المصري 5 إنش فول اتش دي سكرين. أول هاتف ذكي 5 إنش حجم الشاشة 5 إنش فول اتش دي، وأعلى بكسل لكل إنش اللي هي 443. بالإضافة برضه في عندنا خاصية الإكس رياليتي حتى بتحدد لك إيش نوعية الأوبجكت اللي أنت بتتفرج عليه، وبتعمل تحسين على صورة، تحسين على أداء الصورة أو الفيديو اللي أنت بتتفرج عليها. كل هاي التقنيات من سوني. برضه في عندنا الكاميرا اللي هو اللي ثاني أكثر فانكشن مستعمل في التليفون. يعني إذا تتخيل أكثر شيء الناس تستعمله في التليفون اللي هي إنها تحكي تليفون، ثاني أكثر شيء يستعمل اللي هو الكاميرا. فعشان هيك لازم الهاتف الذكي يكون عنده كاميرا ذكية بنفس الوقت. عشان هيك الكاميرا لأنه التليفون ووتر ريزيستنت ما عندك مشكلة تصور. إذا أنت في مثلا تصور أولادك بيلعبوا بالمي بتصور ما بتكون حساس لأنه في مي أو في غبرة، لأنه التليفون ووتر بروف يعني ضد المي ويحمي ضد الغبرة والرطوبة بنفس الوقت. بالإضافة لخاصية الفاست كابتشر التصوير السريع. يعني أنا إذا ماشي لقيت صورة لازم أصورها من وضعية الستاند باي حتى أصور صورة أقل من ثانية واحدة. هذا هو التصوير السريع. بالإضافة لخاصية جدا مهمة اللي هي السوبيريور أوتو. السوبيريور أوتو مين عندنا هون بيهتم بالتصوير؟ يرفع ايده لو سمحت. مين بيهتم بالتصوير؟ 3 4 خلينا نحكي 10. احنا هون 150 واحد اليوم ما شاء الله، تمام؟ مش معقول ال 140 التانيين لازم يكونوا بيهتموا بالتصوير حتى يصوروا صورة حلوة، صح ولا لا؟ عشان هيك السوبيريور اوتو الموجود. السوبيريور اوتو العميل او المستخدم للاكسبيرينس ما في داعي يفكر انه ايش والله انا بدي اصور، بيطلع التليفون وبيصور. التليفون بيحدد حسب الاضاءه، حسب الوضعيه، حسب قديش الجسم قريب او بعيد عنه. اذا انت بتصور شيء قريب بيحول لحاله للماكرو، اذا انت بتصور منظر طبيعي بيحول لحاله اعدادات المنظر الطبيعي، اذا انت بتصور عكس الشمس بيحول لحاله. التليفون بيختار لحاله أكثر من 13 وضعية وإعدادات للهاتف حتى وضعية التصوير قبل ما أنت تصور. فبفكر عنك. عشان هيك ما في داعي الواحد يكون عنده بكالوريوس بالتصوير حتى يعرف يصور صورة حلوة، وهذا شيء جدا جدا مهم وسهل كثير للعميل. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي لكم عنها اللي هي الإكسمور RS. بنفس الأسلوب إكسمور RS اللي هي تقنية للسنسر حساس الكاميرا اللي انوجدت بالكاميرات سوني، بنفس الوقت حطيناها على الهاتف الذكي. إكسمور RS
تعطينا احسن تصوير بجميع وضعيات الضوء. اذا انا بصور شدة اضاءة او اضاءة خافتة او بغض النظر انا بصور احسن صورة كلها ان شاء الله. والاهم من هيك انه انا بقدر اصور طبعا فيديو وتصوير عادي بنفس الوقت. وعندي خاصية ال HDR، تصوير ال HDR. مين بيعرف ايش هي ال HDR؟ ممتاز. ال HDR تقنية موجودة على الهواتف الذكية صار لها سنتين، اشي مش جديد، يعني احنا مش جايبين اشي جديد. ال HDR بس هاي كيف تستعملها؟ اذا انت بتصور مثلا بصور شخص هنا والشمس وراه، تمام؟ ايش ما اعمل فلاش او وات ايفر، الشخص اللي بصوره حيطلع غامق، صح؟ لانه هو عكس الشمس. فانا شو بحكي له؟ لا والله وقف هون، بطلع منظر ورشة عمل وراه وبروح المنظر الحلو اللي احنا بدنا نصور عليه. فتقنية ال HDR شو بتسوي؟ بتصور 3 صور، اوكي؟ بوضعيات مختلفة وبتدمجهم بصورة واحدة، اوكي؟ فانت فكر فيها، في عندي 3 صور والتليفون بده يدمجهم، يعني راح ياخذ وقت، صح ولا لا؟ بالاكسبيرينس جبنا الاكسمو RS اللي عندنا احسن تصوير لكل الالوان، وفي عندنا الاكسمو والاتش دي ار تكنولوجي حطيناها بسرعه الصوره الواحده. يعني انت اذا بتصور كانك بتصور صوره واحده، لكن هو التليفون بيصور سريع كثير فبيعطيني سرعه في الاداء، فبيعطيني سرعه اتش دي ار. وعشان التليفون سريع، اول تليفون ذكي بالسوق المصري بيصور اتش دي ار على الفيديو. اول تليفون ذكي بيصور اتش دي ار للفيديو. وهلا بفرجيكم ايش الفرق. يعني هذا اللي على الكورنر راح يكون خلينا نرجع بالسلايد بس. اوكي انا نسيت احكي لكم على شيء اسمه بيرست مود. البيرست مود اللي هو تصوير سريع، تمام؟ التصوير السريع برضه لما شفنا الدراسات اكتشفنا انه الناس لما بدها تصور تصوير سريع ما تقيدها ب10 صور ولا 20 صورة ولا 5 صور. ممكن في حدث طويل عريض انا بدي اصوره وبدي تصوير سريع، ممكن يوقفني التليفون بعد 10 صور ويكون حدث ما صار. عشان هيك قدمنا تقنية البيرست مود للتصوير اللا نهائي. يعني انا اذا عندي ميموري 64 جيجا وفي عندي مثلا بصور خلينا نحكي سباق خيول، اوكي؟ فالخيل السمراء والتليفونات الثانيه ممكن يوقف عندك قبل ما الخيل يضرب، لكن بالانليمتد انت حر. لو عندك 64 ميجا ممكن تضلك تصور يعني 300 صوره حتى تخلص الميموري. بعدين انت بتحدد انو بدك تخلي انو بدك تمحي، تنقلهم على اللابتوب تعمل اللي بدك اياه فيه. فالتصوير لا نهائي حتى تخلص الذاكره لها. نرجع لل HDR. ال HDR هاي مثال راح برجيكم على الكورنر كيف ال HDR الصوره هاي هي صوره فيديو عكس الشمس. هذا هو طبيعي بدون HDR. وهي ال HDR مو بيطلع كيف ال HDR مو، يعني التفاصيل البهلوان اللي هون ما كانت مبينه هذا صارت مبينه. بس النقطة الضوء عشان الناس تشوف. هلا راح افرجيكم الفرق بيناتهم على الصورة. طلع الصورة اللي فوق اللي بدون HDR ما كان مبين ولا شيء. اوكي. وبرضه يعني الصورة اللي تحت مأخوذة على اكستريم كيس، يعني مأخوذ الظروف محطوطة على أقصاها عشان تشوف الفرق بين ال HDR وبدون ال HDR. تمام؟ الشكل حكينا عن التصميم، حكينا عن الكاميرا، حكينا عن الشاشة. نحكي عن الساوند أو الصوت. طبعا سوني معروف ومشهورة جدا. سوني هي اللي عملت نقلة نوعية بعالم الاوديو او بعالم الصوتيات لما انتجت الووكمان. تعرف الووكمان هذا السي دي اللي كان له مع سماعات
عملت نقلة نوعية في العالم، انه صارت الميوزك بورتبل، صارت الميوزك انك تقدر تاخذها وين مكان، وكل الناس تعرف هذا الشيء. فكملنا هاي الثقافة او خبرات سوني كلياتها في مجال الصوت عن طريق تقنية برضه طورتها على الهوم ثياترز، على كل شغلات سوني الثانية او منتجات سوني اللي هو الاكس لاود، يعطيك جودة 3D، بيعطيك جودة 3D حتى لو انت بتسمع لاود سبيكر، بنفس الوقت حتى لو انت بتسمع بالسماعة في شيء اسمه الكلير اوديو، حتى لو انت تسمع بالسماعة. بالاكسبيريا اضفنا احسن سماعة هيدسет موجودة على اي سمارت فون، وهلا بشرح لكم ليش. بالاضافة للايكولايزر، حتى لو حدا بيهتم بالصوت بيقدر يعدل فيه زي ما بده. السماعة الاكسبيرينس هي سماعة منتجة عبارة عن تقنيات سوني كلياتها في سماعة هيدسет. كل سماعات التليفون في العالم بيكون حجمها صغير قدام، صح؟ عشان هيك مستحيل اذا انت تتفرج على هاي ديفينيشن موفي يعطيك صوت البيس. بتعرف شو صوت البيس؟ هذا اللي بيطلع هيك، هذا الصوت مستحيل يطلع على السماعة، مستحيل، لانه تقنيا ما بظبط. بدك بيس، بدك سماعة كبيرة تعطيك الاداء هذا. اوكي، عشان هيك جبنا اكبر سماعة موجودة على هيدسет اللي هي 13.5 درايفر بسميها، اللي بيعطيك كأنك انت فعلا عم تستعمل هوم ثياتر لكن برايفتلي، يعني بشكل خاص. هي احسن سماعة موجودة. بالاضافة الفت اللي هو حتى تحطها قدام، اذا شايفين على الرسمة هون من جوا هي مش مرنة، يعني شوي صلبة عشان ما تحرك، بس الاطار الخارجي هو من الربر مطاط، وطبعا بيكون تليفون اكسبيريا بالذات بيكون اكثر من قياس، عشان مش كل واحد عنده نفس ممكن واحد بيكون عنده ايد صغيره او ايد كبيره او ايد وسط، في 3 قياسات مختلفه حتى تناسب وتعطيك احسن خبره للصوت. الشغله اللي بدي احكي لكم عنها بالكونكتيفيتي او طرق الاتصال. طرق الاتصال هو على فكره احنا مش تقنيه جديده ولا تقنيات خارقه، لكن هي استعمال التقنيات بشكل مفيد. يعني البلوتوث موجوده من سنين، صح ولا لا؟ الNFC اللي هي شيء اسمه نير فيلد كوميونيكيشن، الاتصال عن قرب بالعربي، موجوده صار اكثر من 5-6 سنين، لكن لحد يومنا هذا ما حدا بيستعملها بالطريقه الصحيحه. فعشان هيك اضفنا حاله جديده عليها سميناها الون تاتش كونكتيفيتي. يعني انت بلمسه واحده، عندي مثلا هاي السماعه، اذا انا بدي اشبكها على التليفون مش لازم يكون عندك درجه بالهندسه حتى تشبكها على التليفون. انت بتعمل هيك، تخلي التليفون يلمس السماعه وشبكها. تلفزيونات برافي الجديده على الريموت كنترول، لانها في NFC، بس تلمس الريموت كنترول التليفون صار على التلفزيون، الشاشة صارت على التلفزيون. في عندنا جهاز اسمه وان تاتش باك، اذا انت بدك تعمل باك اب على التليفون بس بتحطها زي هارد درايف على NFC، تلمس التليفون على الهارد درايف وبياخذ لك كل الباك اب سوا. فاحنا بشكل بسيط حسنا هاي التقنيات الاتصال الموجودة، ضمينا NFC والبلوتوث وكل تقنيات الاتصال على شيء اسمه وان تاتش فانكشناليتي او اداء بلمسه واحد. طبعا حتى العميل او المستخدم يستفيد من هاي الشغلات لازم نضيف اكسسوارات تدعم هاي الشغله. ففي عندنا السماعات البلوتوث او NFC زي ما حكيت لكم بلمسه واحده. بس لو سمحتوا بعد البرزنتيشن في هناك مكان حتى تديمونستريت، حتى تجربوا كل اللي بحكي عنه. أرجوكم تاخذوا وقتكم وتشوفوها. السمارت تاج اللي انت تقدر تحدد البروفايل تبع التليفون في مكان بس بلمسه واحده. الهيدسет السماعات الكبار من سوني هذول بس تلمسوا بالتليفون
بيشبك على التليفون بكل بساطة وسهولة. فبكل بشكل بلغة أخرى احنا حسنا وطورنا وسهلنا أمور الاتصال لأي مستخدم. ممكن يكون عمره 10 سنين، ممكن يكون عمره 90 سنة، نفس البروسيس، بس المس التليفون بالسبيكر وسهل جدا بصير عندك الاتصال. الشغلة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها، حكينا عن مواصفات كثير من شاشة، كاميرا، ديزاين، كونكتيفيتي، وكل هذه الشغلات تستهلك بطارية، صح ولا لا؟ هلا بطارية الاكسبيرينس هي عبارة عن 2330 ملي أمبير، وتعتبر من أكبر البطاريات الموجودة بالسوق، مضبوط؟ بس لسه الناس بتشكي من لأنه أنا عندي سمارت فون. هلا الناس تتخيل إذا أنا عندي سمارت فون أنا ممكن أقبل إذا التليفون بضل معي يوم ونص لحد يومين، صح ولا لا؟ بس مستحيل أقبل التليفون يقضي لي نص نهار. عشان احنا نواكب توقعات العميل ضفنا شيء اسمه ستامينا مود. الستامينا مود ابلكيشن ذكي جدا على الاكسبيرينس اللي هو بسيط جدا. بدي اسال سؤال، هلا فكركم هذا التليفون شغال ولا لا؟ شغال صح ولا لا؟ صح. كل التطبيقات اللي لازم تروح على الانترنت وتجيب معلومات زي تويتر، زي فيسبوك، زي ايميل، زي واتساب، زي مليون شغله. اوكي، التليفون شغال، بس انا كشخص مش عم بشوف الفيسبوك. هلا صح التليفون بجيبتي، مش عم بطلع على الفيسبوك ولا عم بطلع على تويتر ولا عم بطلع على الايميل. اسهل مثال زي الثلاجه. الثلاجه اذا انت فتحت الثلاجه راح يجي الضوء، صح؟ هل تعتقد انه الضوء لازم يضل شغال حتى لما اسكر الثلاجه؟ ما في داعي، لانه انا مش عم بتفرج عليه. بالضبط نفس الشيء. فالتليفون باللحظه اللي انت بتفتح فيها التليفون من وضعيه الستاند باي بتخليه لاكتف. اللحظه اللي انت بتشغل فيها التليفون هاي الوضعية اللي انت بدك تشغل فيها التليفون، مظبوط؟ لكن ممكن واحد يحكي لي انا حتى لو تليفون بستاند باي يعني بدون ما اشوفه، بس بدي الايميل يكون شغال، بحكي له ما في مشكلة. كل واحد له الحرية الكاملة انه يضيف التطبيقات اللي بده اياها. يعني انا بدي الايميل بس ما بدي باقي الشغلات، بهم الايميل. بهم الايميل يضل شغال حتى لو التليفون محطوط بالستاند باي، حتى لو محطوط بالجيب، تمام؟ فهي هي تقنية الاستامينا مود. الاستامينا مود بعد دراسة اكتشفنا انه بيطور عمر البطارية 4 أضعاف العمر المفروض يتاخذ عليه. وهي خاصية مهمة جدا لأي سمارت فون يوزر هلا عنا. يعني قديش احنا شركات عم بتنزل 1700 1800 2000 2300 لسه العميل بحكي لك البطارية مش كافية. هلا هاي المشكلة اكروس كل البرودكتس. يعني اللابتوب نفس المشكلة، الموبايل فون نفس الشيء، اي شيء بورتبل بتحس انه انا بدي بطارية تتعب. بنفس الوقت انا بدي تصميم ذكي ونحيف وسليك، بنفس الوقت بدي اياه يحميني من اذا صار مي او صور، وبنفس الوقت بدي كاميرا خارق، وبنفس الوقت بدي شاشة كبيرة، بنفس الوقت بدي فول اتش دي. فكل هاي موجودة باكسبيرينس. وبرضه اللي طور الاستامينا مود زي ما حكيت لكم بيطور عمر البطارية كاستخدام سمارت فون حتى يعطيك احسن اداء ولاطول مدة طبعا. هاي هي مواصفات التليفون بشكل يعني تلخيص له. طبعا كواد كور يعني رباعي النواة من كوادكوم S4 اللي احدث معالجات من كوادكوم موجودة على الاكسبيرينس. ثانك يو كوادكوم. وهو الاسرع والافضل الموجود حاليا في السوق. افرجيكم بس فيديو عن الاكسبيرينس حتى يلخص كل اللي حكيت لكم اياه اليوم.
سوري فور يعني هو اليوم زي ما شفت مع رائد يعني الاكسبيرينس دي هو اول هاتف اللي كان تصميمه 100% من المصممين والمبدعين والانجينيرز من سوني. يعني هي سوني اشترت حصه من اريكسون لما قلت في البدايه من سنه سوني موبايل عملها سنه، لكن الاكسبيرينس دي هو اول هاتف مصمم كله من سوني. يعني اول هاتف من سوني ما فيش اللوجو سوني اريكسون، يعني كل الهواتف السوني اللي بالماركت التي بلو والتي اكس والتي اس كله سوني اريكسون ديزاين. هذا اول هاتف من سوني، واحنا عملنا افضل ما ابدعت سوني في هاتف ذكي واحد. شو بنقصد بهذه المقوله؟